نعم أنا خرجت من كلان يوربي، أعلن خروجي من كلان يوربي. صح إنه أنا أسود والمفروض إني ما أزعل ولا أكتئب، بس كلام الناس يا أخوان. وجاء ذا خرب كل شيء. هل دي نهاية كلان يوربي؟ هو ايه اصلا كلان يوربي او تيم يوربي عامة يعني؟ يوربي هي محفظة تابعة لمصرف الرقح، فبسم الله ما شاء الله مش هيسمع حد خالص يقول التيم فلس. فمن حوالي 8-9 شهور كده لقينا بوست نزل على تيم يوربي بيقول مؤثر كلمته مشهورة يا حبيبي، ويكتشف مين الايه المؤثر. نزل بعدها بوست تاني مكتوب فيه ايه يا معلم؟ عمر عبد الرحمن ينضم كأول صانع محتوى لنادي يوربي. فالناس اوكي فرحت وبتاع، وعمر عبد الرحمن صانع محتوى مشهور والدنيا جميل. اعلنوا بعدها قال لك اقل من 4 ساعات على اعلان صانع المحتوى الثاني من تتوقع يكون. نزل عاشق ون بيس عزام صانع المحتوى الثاني. نزل بعدها الاسطوري تيم فيصل ينضم لعائله نادي يوربي. والرابع تاحو رابع اعضاء كلان يوربي. على التويته دي بقى جاله كميه انتقادات لدرجه انه نزل عليها فيديو اصلا. سؤال: هل أنا مكروه؟ كان باين انه زعلان فشخ عامة يعني تعالوا نقرأ شوية حاجات كده من اللي كانوا مكتوبين. واحد كاتب خربوها، كان يسيب باور عشان يدخل كلان فالكون، آخرتها صرفوه بكلان محد يعرفه، هذا تاحو على فعل تمساح. حين الفريق ودي أعرف مين المسؤول عن اختيار أعضاء أجل تاحو. سبحان الله، أي معفن في اليوتيوب هتحصلوا هنا. أهنيكم على هذا التيم، وش التيم التعبان ده ما في تناغم بينهم، حسنتهم فيصل. فيعني أنت تخيل أنت من الإدارة وشفت الحاجات دي مكتوبة عن صانع المحتوى أنت جايبه، هو أصلا قال الكلمة دي يعني. وجه صانع المحتوى الخامس عبيد فوكس. أول فيديو نزل على قناة تيم يوربي نزل من 8 شهور، ما شاء الله جاب 3 مليون مشاهدة ولسه في تزايد، وهكذا. وكل المشاهدات في القناة حلوة لحد مثلا الفيديوز وقفت من 4 شهور، ما عادش فيديوهات نزلت تاني. الفيديوهات لسه شغالة على قناتهم الرئيسية، يعني في فيديوهات بتنزل منهم وبين بعض على قناتهم هم، بس التوقف ده موت الناس يعني، ما عادش حد بيحضر هنا كتير. ونزل عمر عبد الرحمن على تويتر بيقول: أعلن رسميا خروجي من كلان يوربي، شكرا للجمهور العظيم وشكرا للأعضاء والإدارة، كل التوفيق لنا ولهم في المرحلة القادمة. ركز لي في كلمة كل التوفيق لنا ولهم في المرحلة القادمة. اوكي دخل مين بعدها على الخط؟ الناس انا طبعا قالت يا عم ده بيهزر ومش عارف ايه، والجو ده محدش اداله المقلب يعني او محتوى فيديو يعني. جه بعدها دخل تاحو: قلنا رسميا خروجي من كلان يوربي، الحمد لله على تجربة كانت جميلة وناجحة، ممتن لكل من كان جزءا منها، شكرا للجمهور العزيز والأعضاء والإدارة على كل ما قدموه، أتمنى التوفيق والنجاح للجميع في المرحلة القادمة. مش واخد لي بالك الاتنين فيهم نفس حتة المرحلة القادمة. اوكي نخش على اللي بعده اللي اعلن خروجه برضه. عبيد فوكس: اعلن رسميا خروجي من كلان يوربي، شكرا من القلب والجمهور العظيم على دعمكم المستمر والاعضاء، ترقبوا اللي جاي. نرجع بقى الفيديو بتاع مشروع وخلص المشروع وما كان في نصيب للتجديد. قعد يتكلم وبتاع وقد ايه الناس شتمته وان هو ضروه في اعضاء الفريق، بس جه في الاخر قال انه كان مشروعه وخلص ومفيش فرصه للتجديد. فانت هنا قدامك كذا سيناريو كده غريب: اما الاعضاء اللي طلعوا التيم ذات نفسه او الاداره استغنت عنهم، ده سيناريو، او الفكره الثانيه ان التيم هيغير كل سنه مثلا، يعني ايه كانت مجرد دعايه ليوربي بالناس ديت، كل سنه يبدا يغير. او الحل الثالث ان هي كانت مشروعه خلص، ان هو كان في الاول وفي الاخر هي محفظه، فكانت دي دعايه للمحفظه خلاص، تمام، وانتهى المشروع يعني. فانت لو عندك اي تفسير تاني قول في الكومنتات، وبس كده، باي.